أسرار ومعلومات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة أسرار ومعلومات مع الحداوي. القضية اللي غنتكلموا عليها اليوم غنتكلموا على واحد الجندي اللي كان توا من الناس اللي كانوا اتهموا بالخيانة العظمى في عهد المرحوم الحسن الثاني. هذا الإنسان الاسم ديالو تيتسمع في عدد كثير ديال القنوات أو ديال القصص أو ديال الحكايات، ولكن ما معروف شكون هو هذا الإنسان هذا أو هذا الجندي هذا شكون هو. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا عليه أكثر وأكثر. شكون هو هذا الجندي هذا اللي كان غادي يكون هو الذراع الأيمن ديال الجنرال عبابو اللي كان تيعول عليه في المهام ديالو. خليكم باش تعرفوا شكون هو هذا الجندي المجهول اللي الاسم ديالو معروف ولكن اشياء كثيره ما عرفناش عليه. خليكم باش تعرفوا على هذا الجندي اللي كان هو من الناس اللي اتهموا بالخيانه العظمى. اسمعوا. لاجودان عقا هو لاجودان شاف عقا حروش، تزاد في منطقة تتسمى عين الحمام عام 1920، وهو محارب متمرن شارك في الحرب العالمية الثانية ومعارك أخرى كبيرة بحال معركة مونتي كاسينو ومعركة كابلو، وشارك أيضا في الاندوشين مع الجيش الفرنسي ومع الرفقاء ديالو اللي غادي يوليو معاه تاهما في القوات المسلحة الملكية. من بعد العودة ديال عقا من ميادين الحروب غادي يلتحق كجندي بالقوات المسلحة الملكية وتخرج برتبة جندي شاف. يعني من بعد غادي يمشي للتكانة ديال الحاجب، ومن بعد التكانة ديال أكادير، ومن بعد التكانة ديال وجدة العسكرية. وهنا غادي يتعرف أحمد أو بي محمد عبابو. هنا عبابو ملي شاف هذا الجندي هذا اللي هو عقا شاف فيه أشياء كان محتاج لها وتيقلب عليها، وهي القوة والصرامة والحزم، وكان عقا جندي مطيع للأوامر. وهنا بدات الصداقة ما بين عبابو وعقا. الوقت اللي جاء عبو يعني القتلة ديال هرمومو غادي يجيب معاه هذا الجندي اللي هو عقا كمساعد ديالو وكذراع أيمن ديالو، وكان تيكلفو مهمات سرية مع واحد الفرقة كانت كمافيا، كانوا تيتاجروا في الليل بالسلاح، وكانوا مكونين يعني واحد الفرقة يعني تتحمل سلاح غير قابل، يعني قرطاس بلون غير قابل للانفجار. والنهار اللي كان غادي يكون فيه انقلاب في الحاجب، الوقت اللي كان مشى الملك المرحوم الحسن الثاني من فاس مشى باش يدير واحد استعراض في الحاجب، كانوا يعني متوفرين على أسلحة ثقيلة موجهين للانقلاب اللي كان من التخطيط ديال الجنرال مذبوح، ولكن اللي غادي ينفذ هو الجنرال بابو، وكان عقا حتى هو معاهم. ومن بعد غادي يفشل هذاك القياب يعني اللي كان غادي يكون بالحاجب، لأن الحسن الثاني الله يرحمه حس بشي حاجة ماشي هذيك، وطلب يعني باش يعني القوة تزيد مازال يعني تحمي هذاك الموكب اللي كان غادي يمشي للحاجب. لأن عقا كان عنده دور كبير في الاحتلال ديال الإذاعة الوقت اللي وقع هذاك الانقلاب. يعني عقا كان صاحب قوة جسمانية، طول، قامة والقسوة، ولكن هنا غادي يفشل هذاك الانقلاب، وخصوصا ملي جا الجنرال البوهلي المقر ديال القيادة العامة على رأس واحد الفرقة عسكرية. هنا خرج ليه عبابو ويعني يبغوا يمنعوا البوهلي، ولكن عبابو ما كانش تقبل.
يعني وكانوا معاه ضباط اخرين كبار. هنا بدا النقاش بين عبابو والبوهلي. من بعد غادي عبابو غادي يجبد الرصاص وغادي يطلقوا على البوهلي، جابوا يعني مقتول، وطاح عبابو حتى هو مأثر بالجراح لأنهم ضربوا بعضياتهم. هنا عبابو طلب من عقا باش يقتلو لأنه مبقاش قادر يتحرك أو يوقف، لأنه خاض الضربة هو من عند البوهلي، ولكن عقا رفض. هنا غادي يقول لي عبابو هذا هو آخر أمر مني ليك، بغيتك تكمل عليا. قال لي غير صفاه ليا، قال لي لأن الانتقام اللي غادي يكون من وراء هذا الموت راه غادي يكون أشد من القتل. هنا فعلا عقا غادي يغمض عينيه وغادي ينفذ الأمر، وغادي يطلق عليه واحد العدد كتير ديال طلقات نارية جابوا قد. هنا غادي يموتوا يعني الريوس الكبار. هنا غادي يتلقى القبض على عقا داخل الإذاعة وتحكم عليه بالمؤبد، لأن البوهلي مات بالرصاص ديال عقا، لأن غادي يكون يعني عبابو يعني ضربوه، يعني تلقى وحده وقرطاسة وحده، ولكن اللي كمل عليه بالرصاص هو عقا. هنا كما قلنا غادي يتحكم بالمؤبد وغادي يتسجن عقا في السجن ديال القنيطرة. واحد النهار الجنرال أوفقير طلب منه باش يجي لعندو ويجيبوه ليه ويحكي ليه الأحداث اللي وقعت يعني في انقلاب ديال الصخيرات. هنا عقا بدا تيحكي ليه وأوفقير تيسمع. ملي كمل كلامو قال له أوفقير أشنو الاسم ديال ولدك؟ قال لي عقا الاسم ديالو الحسن. شاف فيه أوفقير مزيان وقال لي شوف تنوعدك باش إن شاء الله غادي تشوف الابن ديالك حسن قريبا إن شاء الله. ولكن ملي رجع عقا للسجن ديالو اللي في قنيطرة حكى لصحابو كل ما دار بينه وبين أوفقير، الشي اللي خلاهم تيشكوا بأن أوفقير تيوجد حتى هو لشي انقلاب، وفعلا غادي يكون هذاك الانقلاب. ولكن عقا ما شافش الابن ديالو رغم انه أوفقير وعدو، ولكن ما شافش الولد ديالو نهائيا، لانه من بعد واحد العام قام أوفقير بالانقلاب. الشي اللي غادي يخلي الملك المرحوم الحسن الثاني يعني الشي اللي غادي يخلي المرحوم الحسن الثاني ينقل كل السجناء اللي شاركوا في الانقلاب الاول ديال الصخيرات وديال أوفقير يعني ديال الطائرة الى سجن تازمامرت. ونهار 12 يوليوز عام 1975 قاموا بواحد العملية ديال الهروب جماعية، واش مدبرة واش صدفة، المهم داك اللغز بقى غامض. هنا بقات علامة استفهام لأنهم كلهم هربوا وكان عقا هو معهم. هنا عقا غادي يتجه لواحد الغابة في عين عودة، ولكن من بعد المقاومة ديال عقا هنا غادي يتوفى وسط الغابة وسط الأشجار وتدفن بدون جنازة في مكان غير معروف. يعني قضية لاجودان شاف عقا بقات في الأخير غامضة. تنظن الإخوان غتكونوا تعرفتوا على لاجودان شاف عقا والعلاقة ديالو اللي كانت ما بينه وبين عبابو، والعلاقة ديالو بالانقلابات والهروب ديالو من السجن، كيفاش كانت الوفاة ديالو. هنا سالت القصة ديال عقا اللي كان هو ضمن الناس اللي كانوا تحسبوا بالخيانة العظمى ضد المرحوم الحسن الثاني. ضم الله سبحانه وتعالى تكونوا تعرفتوا عليه أكثر وأكثر، وندعكم حتى لضيف آخر إن شاء الله في حلقة أخرى. السلام عليكم.